السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب حبايبي تكونوا بألف خير. بحب أرحب بكم في البداية في قناتي قناة سراوة في المطبخ. النهارده إن شاء الله جايبة لكم حلقة جامدة يا رب تعجبكم، هو ذبح الديك. طلبت مني الحلقة دي كتير، بصراحة كذا حد يعني من المتابعين بتوعي طلبها مني، حلقة ذبح الديك والكلام ده. طبعا جوزي فاجئني وجاب لي ديك عافي ما شاء الله بلدي، وقال لي اذبحيه ونضفيه واعمله لنا ان شاء الله. فانا قلت بقى انا ان شاء الله هذبحه اهوت، بس مش هينفع طبعا اذبحه قدامكم علشان المشهد ده ممنوع على اليوتيوب اصلا، وما ينفعش طبعا ان انت توري السلاح بتاعك برده للحاجه اللي انت هتذبحيها رأفة طبعا بالحاجه ديت. زي ما انتم شايفين انا السكينه اهيت ما شاء الله عليه، يعني مخبياها اهي تحت الصينيه. ده ديك ما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي ما شاء الله عليه. طبعا بتتني الرقبه لورا وبتمسك الرجول بتاعته كده ماشي، وبتروح ماسكه النهار بتاعه مع الجناح، وتتوكلي على الله بس تسمي بسم الله الله اكبر وانت بتذبحيه بس كده. وان شاء الله هننضفه مع بعض برده، وهنشوف ازاي هننضفه ونقطعه وهنطلع منه قطع ايه كتير باذن الله. بصي حبيبتي برده لما تيجي تذبحي الديك او اي فرخه عندك ما تقطعيش الراس خالص الرقبه خالص، لا تقطعي بس حته صغيره علشان الدم يتصفى براحته، وما تحبسيش الدم في الجسم، لان كده لو انت قطعت الراس خالص بتعملي صدمه في الجسم، بيفضل دايما الدم محبوس جوه في جسم الفرخه وبعد كده بتلاقيها زرقاء معاكي. تمام، فانا هقطعها ان شاء الله اذبحها باذن الله وارجع لكم تاني ونشوف بقى هنكمل ازاي مع بعض. بصي يا بنات دلوقتي الحمد لله بعد ما ذبحناها معانا ميه سخنه، ميه سخنه كويس جدا، ومعايا برضه نفس الكلام مخبيها، حطيتها في الجردل، ذبحتها وحطيتها في جردل او في حاجه واسعه عندك زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها زي ما انتم شايفين اهو. انا ذبحتها بسم الله الرحمن الرحيم، بس على طول عقبال ما تذبحيها تكون الميه سخنت معاكي، ما تسيبهاش الميه تبرد او تذبحيها وتركنيها. بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي ما انتم شايفين اهيت بتصفي دمها خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هتروح واخداها كده بسم الله بسم الله، حاولي تغطسيها كده اهيت كويس، وتعملي ايه بقى وتروحي مطلعاها بسم الله الرحمن الرحيم كده على صينيه اهيت، وتسمي الله وتبداي تشتغلي ايه فيها. انا هغطي الجردل ده بسم الله الرحمن الرحيم، وتروحي على طول على طول بقى كده على طول تنتشي على طول، يعني عقبال ما الميه تسخن تكون انت ذبحتيها علشان تسقطيها في الميه سخنه على طول. ما تسيبيش الفرخه بتاعتك او الديك او ايا كان الحاجه اللي انت هتذبحيها من الطيور، ما تسيبهاش تركن بعد ما تذبحيها على طول، ما تسيبهاش تتركن، هتدوخك في التنظيف بتاعها. تمام، اهيت ما شاء الله عليها. اول ما تلاقي الريش مش عايز يطلع معاكي وعصلك معاكي شويه سقطيها تاني بالراحه وتطلعيها، بس ما تغيبهاش في الميه السخنه عشان ما تتهريش منك، عشان الجلد ما يتهريش منك. اهي بسم الله شايفين القشر بيطلع الريش بيطلع على طول ازاي اهيت. هو الفيديو ده الصراحه طلب مني كتير، فانا بقى ايه تكتكت له كده والحمد لله طلعنا بيه اهوت. يا رب يعجبكم ان شاء الله اهو حبايبي اهو. وزي ما انا قلت لكم انا ما قطعتش الراس كلها، بس طبعا هقطعها دلوقتي عادي طالما صفيت الدم بتاعها اقطعها دلوقتي عادي عشان نبدا ان شاء الله بعد ما ننضفها نشوف هنعمل فيها ايه تاني باذن الله. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم يعني باذن الله، وتقدروا تعملوا حاجه مثلا اللي جوزها مثلا جاب لها حاجه مفاجاه كده وقال لها اعمليها، لازم تبقى ست شاطره كده ما تبقاش خايبه. افرض مثلا جالها ضيوف وهي ما عندهاش مثلا فراخ في الثلاجه او حاجه في الفريزر مثلا شايلاها او مخزناها، تعمل ايه؟ تروح على طول، او راحت مثلا بالليل مثلا الفرارجي ولقيت خلاص خلص وما عندوش الا فراخ صاحيه خلاص وشطب الدكان وقفل كده على كده ونضف الدكان ومش هيسخن ميه تاني ولا يعمل اي حاجه، هتضطري تاخديها طبعا وهي كده وهي صاحيه، فانت تروحي على طول واخداها مفيش اي مشكله، تاخديها وتسمي الله وتسخني ميه وتوكلي على الله كده ماشي، وتذكري اسم ربنا على الحاجه كده وما شاء الله وتبقي شاطره كده وتقومي بيها على طول. اهي
هي يا بنات علشان فرخه بلدي او ديك بلدي بيكون ريشه جامد شويه، فاول ما تلاقي بس اللي هو الريش بدأ ما يطلعش معاكي نزليه في الميه السخنه كده وطلعيه على طول. اهم حاجه الفرخه ما تتهريش معاكي، اهم حاجه كده تنضفيها. والله ما بتاخدش وقت خالص وما شاء الله يعني سلسه جدا زي ما انتم شايفين اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. شايفين بسم الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. لازم كلنا نبقى شاطرين يا حبايبي، او اللي بتربي في البيت مثلا، او اللي نفسها تربي في البيت برضو، ما تلاقيش حاجه صعبه قدامها. اول ما بتعمليه كده في الميه بصي بيطلع ازاي بكل سهوله اهو اهو. تمشي بس عكس الريش في التنظيف، عكس الريش كده علشان يطلع معاكي اهي. بصي يا بنات دلوقتي اهوت بعد خلاص ما شلت الريش بتاعها وريشتها كويس، اجيب صينيه بقى كده. دي طريقتي انا برضو في تنظيف الطيور، دي طريقتي. معايا شويه دقيق، شويه صغيرين قد ايه، شويه صغيرين خالص ماشي، ومعايا شويه ملح. تمام. هعمل ايه؟ بحب ارش عليها دقيق. دقيق ليه وهي مقفوله كده لسه ما فتحتهاش ولا اي حاجه؟ برش عليها دقيق لان بيبقى فيه ريش صغير خالص ما بيطلعش، مهما قعدتي تعمليه كده وتنضفي ما بيطلعش، بيبقى رفيع جدا. فاحنا بنرش شويه دقيق، رشه دقيق خفيفه كده اهيت عليها كلها اهي. دي طريقتي انا علشان اشيل الريش الصغير اللي بيبقى فيها، اللي احنا ما بنعرفش نطلعه حتى بايدينا. تمام. من كل جانب كده منها من الديك بتاعنا شويه ملح صغيرين خالص اهو. شوفوا قد ايه، رشه صغيره خالص كده عليها. وبعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتفضلي تعملي كده كده تدعكي، تلاقي الريش الصغير خالص اللي انت مش عارفه تطلعيه بايديكي. هو بصي الدقيق ده بيفروله بيخليه. شايفين بصي المنظر اهي. يا ريت يا حوده تقرب معايا. شايفين اهو، شايفين الريش بيطلع ازاي، بيفتل ازاي اهو زي ما انتوا شايفين كده. تضمني اللي هي كده هتبقى زي الفل ونضيفه خالص، مش هيبقى فيها الريش الصغير ده اللي احنا كلنا بنتضايق منه وما بنعرفش نطلعه اهو. شايفين المنظر؟ طبعا الحته الاخيره ديت احنا بنقطعها مش هنخليها. شايفين الفروله؟ شايفين اهو بيفرول ازاي، بيخليها لك بافته وزي الفل وقشطه كده في ايديكي قبل ما تفتحيها، قبل ما تعملي فيها اي حاجه. لسه طبعا لما نفتحها هنشوف ازاي احنا بنغسلها ونعمل لها محلول كويس جدا جدا علشان يطهرها ويعقمها كده ويخليها ريحتها حلوه قوي، ما فيهاش ريحه زفاره ولا فيها ريحه اي حاجه. عشان انتوا عارفين الحاجه البلدي بتبقى فيها نسبه زفاره شويه، يعني انت كده بتعملي لها عمليه ايه؟ تغذيه فمين زي ما بيقولوا. على فكره ما بتاخدش وقت معاكي والله. ما تستثقليش الموضوع يعني، لا والله هو بسيط جدا جدا ومش غلط ولا اي حاجه. ده كل الحاجات دي في يعني في دقايق بس تبقي شاطره كده، يعني ما تبقيش خايبه في حاجه وتبقي شطوره وكل حاجه تعرفي تعمليها. مفيش حاجه تقولي ما بعرفش اعملها، كل حاجه تعمليها كده وتبقي واثقه من نفسك كده. مره في مره هتتعودي وهتتعلمي وهتبقي شاطره ما شاء الله عليكي وهتبقي ست بيت يعني زي الفل. خلاص كده حبايبي انا كده شايفه ان هي كويسه جدا. الديك بتاعي ما شاء الله هو زي ما انتم شايفين اهو بقى زي الفل وزي القشطه، وكل الريش الرفيع خلاص طالع معايا. فانا هاخد دلوقتي اشطفها وانزل الدقيق من عليها ونيجي نفتحها بقى مع بعض كده ونشوف هنكمل ازاي مع بعض. بصي يا بنات دلوقتي بعد ما خلاص دعكتها بالدقيق كويس جدا زي ما انتم شفتوا معايا، دلوقتي بقى هنسمي لنا عشان نبدا بقى ان احنا نفتحها ونشوف هنعمل فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تمسكي الرجول بتاعتها كده وتروحي قطعاها. تمام. بس خلي بالك عشان ايديكي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي عند المفصل، بتيجي عند المفصل هنا وتقطعي اهو. في مفصل هنا اهو شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. تمام. مفيش حاجه. ودي برده بسم الله الرحمن الرحيم هتلاقي هنا في عظمتين اهو مفصل. بسم الله بسم الله اهي. هتلاقي بتتكسر معاكي حتى اهي بتتكسر معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بس كده شايفين اهي. وبرده باجي عند الجناح، عند الجناح بتاعها وهنا بقطع الضفر. ده ضفر لازم يتقطع، انا ما بخليهوش. انتوا عارفين لو خليتوا البتاع ده فيها في اي طيور او فرخه بتزفر الشوربه. اهو ده بقى سر من الاسرار اهو بقوله لكم النهارده. دايما بلاقي الناس بصراحه سايبين الضفر ده مشبوك في قلب الجناح. لا حبايبي ده لازم يتقطع علشان ده اللي بيزفر الشوربه بتاعتك او المرقه بتاعتك.
بتخليها كلها طعمها زفر بصراحه. دي لازم تقطع. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. لازم ده يتقطع ويترمى كده، يطلع الجراح كده نضيف. شايفين ما شاء الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ده كده احنا مش عايزينه. وهنا لازم تفتحي هنا علشان في عرق هنا اهوت لازم يطلع. العرق اهو اللي انتوا شايفينه اهو. تمام. بسم الله اهو ده حبايبي اهو. شايفين اهو العرق ده اهو لازم يطلع اهو. اهو شايفين اهو اهو كده ما شاء الله عليها. تمام. وهنيجي بقى عند الحته كمان اللي ورا دي لازم برضو تتقطع. دي برضو من الحاجات اللي بتزفر الشوربه. يبقى ديت والضفر والرجول. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تقطعيها. في ناس بصراحه برضو بلاقيهم سايبينها، لا دي بتزفر الشوربه، والكلام ده والله من اكبر الشفاء مش مني انا كمان. تمام. بتيجي هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم بتمسكي بقى. لو انت عملتي كده وقطعتي كده هتبوظي الدنيا وهتقطعي هنا الوراك بتاعتها هتتقطع منك. لا سمي الله وامسكي الجلده كده بتاعتها كده اخرها اهي. بتشدي كده اهي وتروحي جايه هنا على حز الصدر بتاعها من هنا وتروحي قطع. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. تمام. اهي بالراحه خالص اهي. اهي يا حبيبتي بالراحه خالص. شايفين اهي يا حبايبي. شايفين اهي. بره بقى من هنا بالراحه خالص اهي. بصي يا بنات دلوقتي اهيت انا كنت بس بوسع لها شويه الفتحه علشان اعرف اعملها. شايفين اهي. دلوقتي بقى احنا هنحط ايدينا بالراحه خالص ونروح مسلكين بالراحه عشان نطلع الاحشاء بتاعتها او المعده بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بالراحه خالص عشان المراره ما تفرقعش جوه. بالراحه خالص برفق كده يعني. بالراحه سلكي لها بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها طلعت ازاي اهي. شايفين اهي كل الاحشاء بتاعتها طلعت ازاي سليمه كلها مع بعضها ازاي اهي. اهي والمراره اهي. شايفين المراره طلعناها الحمد لله اهي. سلكي لها بالراحه اهي. شايفين المراره اهي بالراحه خالص بتسلكي لها عشان ما تتقطعش. خليها دلوقتي عشان احنا نبقى نسلكها. خليها دلوقتي نكمل بس نشوف هنطلع ايه. يا حبايبي شايفين منظرها. شايفين منظرها من جوه اهي. اي حاجه جوه متعلقه جوه نطلعها. وطبعا بنطلع الفشه بتاعتها اهي. شايفين بتبقى في الصدر اهي. ثواني اهي. شايفين الفشه بتاعتها. كل الحاجات دي لازم تطلع تخلي قلبها كده فله. هاخدها طبعا بقى دلوقتي هشطفها ونقطعها مع بعض. دلوقتي حبايبي بقى احنا هنسلك المراره من الكبده برضو بالراحه علشان ما تفرقعش وتمرر معاكي الكبده. سلكي لها بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفين اهي طلعت سليمه ازاي الحمد لله. ودلوقتي الكبده برضو بتاعتنا نسلكها برضو بالراحه من القنصه اهي. شايفين برضو طلعت اهيت. والقلب بتاعها اهو برضو. القلب برضو اهوت عشان نشيل الغلاف اللي عليه. شايفين اهو. هي انا بحب ان انا اقطع كل الحاجات الزايده ديت في القلب. تمام. وانا بحب اعمله برضو فتحه من هنا عشان نطلع الحاجات السمراء اللي جوه. شايفين اهي تطلع حاجات سمراء في القلب من جوه. لازم الحاجات دي كلها تطلع. والقنصه دلوقتي يا بنات بقى هننضف القنصه مع بعض. دلوقتي يا بنات بقى هننضف القنصه مع بعض زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. تفتحيها كده عشان تفضي كل الاكل اللي فيها. ما شاء الله عليها. جت متعشيه. دلوقتي بقى هنعمل كده وتنضفي القنصه. لازم يا حبيبتي لازم تقشري الجلده الصفرا ديت من عليها. الغلاف اللي عليها ده اهوت. ولو لقيتيها صعبه معاكي ممكن تنزليها في الميه السخنه كده هتفك على طول معاكي.
اهي زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي خلاص كده بقت نضيفه خالص، ازاي ما فيهاش اي حاجه. دلوقتي بقى انا هاخد الحاجات ديت، دلوقتي احنا هنقطعها مع بعض وبعد كده نغسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي من هنا كده برضو. بسم الله. قطع معاكي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمشي كده على ايه. تمام. طلعنا الورقه اهي سليمه اهي الحمد لله ما فيهاش اي حاجه. وتروحي قطعها بقى بالسكينه او بتكسري العظمه اللي هنا اهي، بتكسري العظمه كده بايديكي عشان تبقى سهله معاكي، وبعد كده بتقطعيها بالسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم السكينه تكون حاميه معاكي، بس اوعي ايديكي، خلي بالك على ايدك اهي ما شاء الله عليها. دلوقتي هنعمل ايه برضو هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين الفراخ اصلا البلدي بتبقى ناشفه، عظمها ناشف. دلوقتي يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصنا الحمد لله اللي احنا قطعناها، عملناها من بره وقطعناها خلاص. دلوقتي فاضل ان احنا بقى نعمل لها محلول للغسيل بتاعها. هنغسلها كويس عشان نخلي ريحتها حلوه ما فيهاش اي زفاره ان شاء الله. ادي اهيت معانا. فهعمل كده طبعا فيه شويه ميه عاديين خالص، ميه من الحنفيه عاديه خالص. بجيب ليمونتين كبار بقطعهم بالبذر بكل حاجه يعني، عشان كده كده اهي شايفين بعصرهم كويس جدا جدا. وبنزل كمان القشر اهوت. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي ما خدتش اي وقت خالص ولا اي مجهود ولا اي حاجه، بالعكس مره في مره في مره انت هتحبي اللي انت تعمليها في بيتك. تمام. وهناخد بقى كمان شويه ملح. ليه الملح ده بقى؟ الملح ده بيخلي ريحتها حلوه وبيطلع الزفلطه اللي بتبقى فيها. وهناخد كمان شويه خل مش كتير، شويه خل مش كتير، علشان الخل الكتير بيهريها، بيهري اللحم بتاعها بس. ومش بستخدم دقيق لان انا اوريدي في الاول انا مستخدمه دقيق في الطبقه الخارجيه بتاعت الجلد اللي بره، علشان كنت بشيل بيها الريش الصغير. دلوقتي احنا بنقلب كده اهوت زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. قلبنا كويس. بروح نازله بقى بالفراخ بتاعتي. بسم الله. وبقعد اغسلها كويس جدا جدا اهوت. بشيل العروق طبعا في التنظيف انا مورياكم، بشيل العروق الصغيره اللي بتبقى هنا. الماده المزفلطه ديت بشيلها برضو تحت الجلد كده، بتكون في ماده هنا لزجه كده او مزفلطه كده بشيلها طبعا اهي زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله في فيديوهات جايه باذن الله هجيب لكم برضو الفرخه بقى، بس هنشوف ازاي اللي احنا نقطعها على قطع كتير، على 6 على 8 زي ما انتوا عايزين، عشان ما شاء الله يعني لو في افراد اسره كتير ولا كده ممكن الفرخه نطلع منها كذا حاجه كذا قطعه باذن الله اهي برضو كويس جدا جدا. وعلى فكره لو انت نقعتيها شويه ممكن تنقعيها شويه. شايفين الماده المزفلطه دي اللي في الورك دي لازم تطلع، لازم تطلع. بتطلع ازاي؟ الملح مع الخل مع الليمون هو اللي بيطلع. شايفين المنظر اهي اهو. احنا طبعا بنعلم البنات اللي لسه مبتدئه يا حبايبي. احنا طبعا في ستات بيوت شاطرين ما شاء الله عليهم، احنا بنعلم المبتدئين يا حبايبي. انا هكمل بقى كل ان شاء الله الديك اللي معايا واخلص ان شاء الله وارجع لكم تاني، بس يكون جنبيكي ميه نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص، ميه برده عاديه من الحنفيه اهي، علشان بعد ما تعملي تدخليها هنا على طول تنزليها في الميه تشطفيها شطفتين 3 كده باذن الله وارجع لكم تاني ان شاء الله. ادي يا بنات دلوقتي اهيت الفرخه ما شاء الله عليها او الديك بتاعنا البلدي بعد الغسيل والحاجات اللي احنا عملناها ما شاء الله ما خدش اي وقت خالص ولا اي مجهود. يا رب اكون فدتكم ان شاء الله بالفيديو ده باذن الله. انتظروني بقى ان شاء الله في وصفات احسن واحسن باذن الله. هنعمل مع بعض حاجات حلوه كتير باذن الله. انتظروني. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا اشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش فيها، وينورني طبعا باشتراكه. ويا رب اكون فدتكم باذن الله. ما تنسوش كمان الاعجاب بالفيديو، تعملوا لايك، كومنت حلو طبعا زي ما عودتوني، ومشاركه للفيديو ما تنسوش عشان الكل يستفيد يا حبايبي، والبنات اللي لسه مبتدئه والكلام ده يتعلموا ونكون ان شاء الله نفيدهم بحاجه كويسه. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم كده باذن الله. وما تزعلوش مني في تسريع الكلام في الفيديو بتاع تنظيف الثلاجه، انتوا اللي طلبتوا مني كده ان انا اسرع في الفيديو واسرع في
الكلام، مع ان ده ما لقيت ناس كتير بيقولوا لي لا ارجعي سلوى اتكلمي بالراحه ومش عارف ايه، فخير الامور الوسط. انا هحاول ارضيكم باذن الله بشتى الطرق. يا رب اكون فدتكم واكون ضيفه خفيفه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، مشاركه للفيديو. يلا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه.